اهلا بكم في حلقة جديدة على قناة السينيور. الاحتياطات اللي لازم نتبعها واحنا بندي الرنجر. ما بنستعملوش مع فيال اسبيتراكسون لانه يتفاعل مع الكالسيوم الموجود في الرنجر وبيكون مادة اسمها كلوريد الكالسيوم، ودي مادة بتترسب في صورة كريستال. دي مادة بتبقى لونها ابيض وبتبقى قاتلة جدا خصوصا للنيوبورن انفانت. 2. بنستعمله بحذر مع امبولات البوتاسيوم لانه اصلا بيحتوي على بوتاسيوم. 3. ما بنستعملوش اثناء البلاد ترانسفيوجن، اثناء نقل الدم، لان الماده المانعه للتجلط الموجوده في كيس الدم هتتفاعل مع الكالسيوم الموجود في الرنجر. بنستعمله بحذر شديد مع مرضى الرينال امبيرمنت، مع مرضى الكلى، عشان ما اثر لهمش على نسبه البوتاسيوم الموجوده في جسمهم ودخلهم في كاردياك ارست او اريزميا من اريزميات القلب. 4. بنستعمله بحذر كمان مع الناس اللي بياخدوا البوتاسيوم اسبرينج دايوريتكس، بتبقى دايوريتكس بتحافظ على نسبة البوتاسيوم في الجسم. فالرنجر كده كده بيحتوي على بوتاسيوم، مع ان البيشنت ده بياخد دايوريتكس بتحافظ ليه على نسبة البوتاسيوم في الجسم، فكده ممكن اسبب مشاكل كبيرة للمريض. سلام. مع السلامة، مع ألف سلامة. خلي بالك من نفسك، هتوحشني يا حبيب قلبي. مع ألف سلامة.